السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتتفرجوا على الفيديو بتاعي النهارده. في حلقة النهارده هشارك معاكم روتين المسائي بعد المدرسة، ومش بس كده، انا كمان هشارك معاكم طريقتي في تنظيم وقتي بعد المدرسة وازاي بقدر اخلص كل المهام اللي عليا في وقت قليل. وكمان يا جماعة في فيديو النهاردة هقول لكم على بعض الأسرار والتريكات اللي هتساعدكم عشان تجيبوا درجات عالية وتقفلوا كل المواد. ويعني إن شاء الله كده بقى فيديو النهاردة مليان كل الحاجات اللي انتوا بتحبوها، روتين ونصايح وطريقتي في تنظيم الوقت. فيا جماعة اتفرجوا على الفيديو للآخر عشان تستفادوا منه، وما تحاولوش تسرعوا أي جزء فيه، لأن بجد كل ثانية في الفيديو أنا حاطلكم فيها معلومات مفيدة، وكمان مديكم فيها نصايح هتصدقوني هتستفادوا منها. keep watching، وأتمنى إن الفيديو يعجبكم. وأسفة يا جماعة شوية لو طولت عليكم، بس بجد الروتينات وحشاني جدا. ودلوقتي يلا نبدأ. ثانيتين كده يا جماعة قبل ما نبدأ، لو انتوا لسه مش مشتركين في القناة انزلوا دلوقتي اعملوا سبسكرايب للقناة عشان نكمل 3000 مشترك في اقرب وقت ممكن. وطبعا لو عجبكم فيديو النهاردة ياريت تعملوا له لايك وشير للفيديو مع اصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هما كمان. وعايزاكم يا جماعة تنزلوا في الكومنتس تشجعوني عشان اصور لكم، لان بجد ما عادش فيه تفاعل في القناة زي الاول، وما بقتش متحمسة ان انا اصور. فانزلوا اكتبوا لي بقى كده كومنتات حلوة تشجعوني فيها عشان اصور لكم اكتر. وكفايه رغي بقى لحد كده، وروحوا اتفرجوا على الفيديو، مش هقاطعكم تاني. المهم يا جماعة انكم اول ما تروحوا البيت غيروا هدوم المدرسة بتاعتكم والبسوا كده هدوم البيت تكون مريحة. ولو في حاجة في اوضتكم كده مش متسوية سووها بسرعة وروحوا اتغدوا. حاولوا يا جماعة يكون الغدا بتاعكم يكون فيه سلطة او اي خضروات، لان الخضروات مهمة جدا بتساعد على التركيز. وحاجة بقى مهمة جدا هي انكم ما تناموش العصر او بعد ما ترجعوا من المدرسة، ما تناموش خالص، لان موضوع النوم بعد المدرسة ده اول حاجه هيحسسكم كده بالخمول بقيه اليوم، وهيضيع لكم الوقت. اعملوا يا جماعه اي تمارين تكون بسيطه، مش شرط يعني انكم تشيلوا دمبلز زيي. في تمارين كتيره موجوده على يوتيوب، اختاروا المناسب ليكم. كمان ممكن مثلا تتمرنوا بيلاتس، حلو جدا بيشد الجسم. اكتبوا مثلا بيلاتس for 10 minutes واعملوا التمارين، شغلوا مثلا الفيديو ده على اللاب مثلا واعملوا التمارين الموجوده في الفيديو. انتوا بعد كده اول ما هتيجوا تذاكروا هتحسوا ان تركيزكم اعلى بكتير واستيعابكم اعلى، وشعور النوم ده راح منكم تماما. دلوقتي يا جماعة بعد ما لعبنا رياضة وفوقنا، لو عندكم أي دروس في فترة العصر أو مسجد أو مثلا أي مشوار خلال فترة العصر، ابتدوا اجهزوا عشان تنزلوا، لأن العصر دلوقتي بقى جدا بدري. فعلى ما نروح من المدرسة ونتغدى ونلعب تمارين هيكون خلاص وقت الدرس مثلا أو الميعاد بتاعكم جه. أنا هنا ما كانش في اليوم ده عندي دروس، كان عندي مسجد بس هو برضو بعد أذان العصر، فبدأت أجهز له ورحت المسجد وسمعت الورد اللي عليا. على ما بروح بيكون يعني قرب المغرب كده. ابص اول ما رجعت الدنيا كانت مغيمه جدا، مع ان هي ما مطرتش يعني، بس هي كانت مغيمه كده، الغيوم منتشره. عامه شهر نوفمبر كده بتبقى دخلت الشتاء والغيوم وبتاع، وعلى نص نوفمبر هتبتدي الدنيا تمطر. بس انا صراحه بحب الاجواء دي جدا، الشتاء عامه احلى من الصيف. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتس انتوا من تيم الصيف ولا من تيم الشتاء. اللي من تيم الشتاء يعني انتوا بجد كفو عليكم، انتوا بتفهموا. دلوقتي بقى يا جماعه نبتدي نذاكر. احنا رحنا بقى الدرس، رحتوا بقى الدرس بتاعكم ولعبتوا رياضة واتغديتوا او مثلا رحتوا المسجد. دلوقتي بقى ايه؟ نرجع نذاكر. بصوا يا جماعة، أول ما تيجوا تذاكروا ما ينفعش إنكم تذاكروا بطريقة عشوائية، أو إنكم ما يكونش عندكم نظام محدد ماشيين عليه. النظام اللي أنا ماشية عليه هقوله لكم برضو، وإنتوا طبقوه إن شاء الله هتستفادوا جدا، وتحسوا إن المذاكرة بقت أسهل وأمتع، وفي نفس الوقت هيكون تحصيلكم للمعلومات بإذن الله أفضل. بصوا أنا بعمل إيه؟ أنا بقسم المواد عندي لمواد سهلة ومواد صعبة. يعني بشوف أصعب المواد اللي عندي اللي هما مثلا العربي والانجليش، العربي والساينس والماس، اللي هم العربي والعلوم والرياضيات. دول اصعب 3 مواد بالنسبه لي. واسهل 3 مواد اللي هم التاريخ والفلسفه والانجليزي. انا بقى باخد كل يوم ماده سهله ومعاها ماده صعبه. الماده الصعبه دي انا ببدا بيها هي الاول عشان اخلصها، وبعد كده باخد الماده السهله. يعني انا مثلا النهارده هذاكر ساينس، يبقى هذاكر مع الساينس تاريخ، وانا في نفس الفيديو برضو ذاكرت معاكم تاريخ. مثلا في يوم تاني هذاكر ماس، يبقى هذاكر مع الماس فلسفة.
في يوم تاني هذاكر عربي، بذاكر مع العربي انجليش. بالشكل ده انتوا على مدار الاسبوع هتكونوا ذاكرتوا كل يوم مادتين، وما هتحسوا على اخر الاسبوع انكم مش مراكمين اي دروس. وفي نفس الوقت وانتوا كده بتذاكروا على مدار اليوم مش حاسين انكم بتذاكروا كذا ماده ومضغوطين، وقسمتوا عملتوا بالانس ما بين المواد الصعبه والمواد السهله. لانكم لو ذاكرتوا مثلا مادتين صعبين في اليوم هتحسوا لا انكم مش فاهمين فيهم حاجه اصلا، ولو ذاكرتوا كمان مادتين سهلين في نفس اليوم هتحسوا انكم برضو ما انجزتوش. في حاجة برضو مهمة عايزة اقولها لكم، وهي ان انا مثلا اول ما باجي اذاكر درس طويل مثلا وصعب في الساينس مثلا، بذاكره من غير ما احل عليه، بذاكره مثلا النهارده وبكره هاجي احل عليه. في التاريخ انا هعمل ايه؟ المادة السهلة انا هسمع المحاضرة بتاعتها الاول على يوتيوب مثلا او على المنصة، وبعد كده هبدأ اذاكرها واحل عليها. يعني المادة السهلة بخلص الدرس بتاعها كله سماع المحاضرة والمذاكرة مع نفسي وبعد كده حل الأسئلة. إنما المادة الصعبة على حسب، لو انا استوعبت الدرس قوي وعندي وقت اللي انا احل تمام، لكن لو ما عنديش وقت اللي انا احل بكتفي بس ان انا اسمع المحاضرة واذاكره. لان يا جماعة برضو اليوم احنا ورانا حاجات تانية غير المذاكرة برضو. ان احنا نعمل مثلا نهتم بنفسنا، نساعد عيلتنا، نرتاح. الحاجات دي كلها برضو بتاخد وقت. فانتوا ما تجوش على الحاجات التانية اللي في حياتكم علشان المذاكرة، لا اعملوا بالانس ما بين كل حاجة، وان شاء الله الدنيا هتمشي معاكم، ومش هتحسوا انكم ضاغطين على نفسكم او انكم جايين على نفسكم في اي جانب من جوانب حياتكم، وده المهم. هنا انا كنت بذاكر درس التاريخ، انا كنت خلاص سمعت المحاضرة بتاعته بس ما صورتلكمش يعني عشان اركز وانا بسمعها. لان على فكرة خطوة التركيز وانتوا بتسمعوا المحاضرة لاول مرة دي مهمة جدا، وبتوفر عليكم وقت في المذاكرة مع نفسكم. والتركات اللي بيقولها المستر وهو بيشرح دي مهمة جدا برضو لازم تكتبوها. وانا قلت لكم الموضوع ده في اكتر من فيديو قبل كده، بس ديني بعيد برضو عشان ايه التكرار بيعلم الشطار. فالمهم يعني الحاجات اللي انا بقولها لكم دي يا جماعة خدوا بالكم منها، مش تسمعوها كده وما تطبقوهاش، لازم تطبقوها عشان تشوفوا فرق. فانا زي ما قلت لكم انا كنت خلاص خلصت سمعت الدرس بتاع التاريخ على يوتيوب، وبعد كده بدأت اذاكره مع نفسي. وقلت لكم برضو ان خطوة المذاكرة مع نفسكم دي مهمة جدا، لان هي اللي بتثبت المعلومات اللي المستر شرحها. لو بدأتوا تحلوا اسئلة على طول من غير ما تذاكروا مع نفسكم هتلاقوا نفسكم انكم بتعكوا جامد في الحل، وفي حاجات كتيرة واقعة منكم وبتغلطوا في اسئلة كتير. ليه؟ عشان انتوا ما ذاكرتوش مع نفسكم بالورقة والقلم وقرأتوا المعلومات تاني من الكتاب. ولو انتوا بتحبوا حوار التلخيص ده برضو لخصوا. انا مش بحبه قوي الصراحه لان بحسه ساعات بيضيع لي وقتي، لان اوكي كده كده كل الكتب بيكون بعد كل درس بيكون فيه ملخص للدرس، فليه بقى انا اقعد اتعب نفسي تاني واقعد الخص المعلومات؟ بس لو انتوا من الناس اللي بتفهم بالتلخيص وما بتعرفش تحفظ غير بالتلخيص، لا لخصوا الدروس بتاعتكم. وعلى فكرة أنا عملت لكم فيديو قبل كده عن طريقتي في تلخيص المواد، أهو ظاهر لكم على الشاشة. لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه هتلاقوه عندي على القناة، وبرضه هسيب لكم اللينك يعني بتاعه في اول تعليق مثبت. طبعا في حاجة مهمة عايزة اقولها لكم، هي انكم بعد ما تخلصوا مذاكرة المادة الصعبة اللي احنا قلنا هنبدأ بيها، خدوا بريك مثلا من 10 دقايق لنص ساعة ماكسيمم. بس ايه ارتاحوا كده شوية وافصلوا قبل ما تذاكروا المادة السهلة. بس البريك ده ما تاخدوش على الموبايل او تقعدوا تتفرجوا، لان البريك ال10 دقايق ده على الموبايل وعلى الشاشة مثلا هتلاقوه قلب ساعة بحالها. فلا خدوا بريك كده، اقعدوا هادين كده مع نفسكم. يا سلام بقى لو تقرأوا لكم صفحتين قرآن تاخدوا ثواب، يبقى احسن حاجة عملتوها. بصوا هنا انا كنت خلاص خلصت المذاكرة بتاعتي، ودلوقتي وقت السكين كير. وعلى فكرة لازم تخصصوا لكم يا جماعة وقت تهتموا فيه بنفسكم، سواء انتوا كنتوا بنات او ولاد عادي يعني. على اخر اليوم كده حددوا لكم ساعة كده تفصلوا فيها، اعملوا جورنالينج، اكتبوا لخصوا احداث اليوم اللي حصلت معاكم، اعملوا سكين كير، سرحوا شعركم، ممكن تاخدوا شاور كده دافي قبل ما تناموا. بجد الحاجات دي بتفرق جدا في صحتكم النفسية وكمان الجسدية. بالنسبة لبنات للغسول اللي انا بستخدمه اسمه تتراهيدرو، انا لسه جايباه، حاساه صراحة حلو كده يعني كتجربة لسه اولية، فهو يعني جميل. مش بينشف البشرة قوي بس بينضفها. فانا ان شاء الله ايه هديه بقى ايه اما اخلصه خالص كده هبقى اعمل لكم عنه ريفيو حلو. وبستخدم المرطب ده من ميلانثينول. وطبعا ما تنسوش انكم ترطبوا شفايفكم بالفازلين او باي ليب بالم انتوا بتحبوها.
وطبعا اهم حاجة هي انكم تقرأوا اذكار قبل النوم، ان هي دي اللي بتحفظكم ان شاء الله لحد تاني يوم الصبح. وتنفضوا السرير بتاعكم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو اول ما كان بيأوي الى فراشه كان بينفض السرير بتاعه وينام على جنبه الايمن. وطبعا تقرأوا اذكار النوم. وحاجة اخيرة قبل ما تناموا هي انكم تكتبوا التودو ليست بتاعت بكرة، ان شاء الله لو ربنا كتب لنا عمر لبكرة نبقى احنا مجهزين المهام اللي المفروض نعملها لتاني يوم، عشان ما تصحوش تاني يوم كده عشوائيين ومش عارفين تعملوا ايه. انما انتوا اول ما بتكونوا حاطين هدف لليوم قبل ما يبتدي، انتوا هتبقوا صاحيين عارفين ايه الهدف بتاعكم في اليوم ده. انا عندي كذا وكذا وكذا لازم اخلصه، وهشتغل على الحاجات دي على مدار اليوم. فهشتغل بخطة ومش هشتغل بعشوائية. وطبعا ما تكتبوش في التودو ليست مثلا 2000 مهمة والمفروض تخلصوها كلها بكرة، لا يعني اكتبوا مهام معقولة على حسب مقدرتكم وعلى حسب اليوم بتاعكم انتوا عارفينه بيبقى ماشي ازاي. وزعوا المهام بطريقة كويسة واكتبوهم من اهم مهمة فيهم لحد الاقل اهمية. وبس كده يا جماعة، ده كان روتين المسائي في المدرسة. ودي كانت الطريقة اللي بقدر أنظم بيها يومي بعد المدرسة وأخلص كل المهام اللي عليا. وعايزاكم يا جماعة تطبقوا كل النصايح اللي قلتها لكم في فيديو النهاردة، وترجعوا تكتبوا لي في الكومنتات هل انتوا بقى حياتكم اتغيرت والدنيا معاكم اتظبطت ولا لا. ولو عندكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وإن شاء الله هرد عليكم كلكم. واستنوني في فيديو جديد. باي.